السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل زبادي للسحور. طبعا اول يوم رمضان جبنا زبادي من بره، لكن انا قررت ان احنا نعمل الزبادي في البيت وما نشتريش زبادي كل يوم، نجيب 5 علب ب50 جنيه من بره، مش هو برضه الكلام. فهنجيب علبة زبادي ب9 جنيه ونجيب كيلو لبن ونعملهم زبادي يطلعوا معانا 10 بولات او اكتر. اول حاجة جبنا علبة زبادي وهرسناها كويس وحطينا عليها معلقة سكر، وبعدين جبنا كيلو اللبن غليناه على البوتاجاز واستنينا عليه لحد ما بقى دافي، يعني برد شوية، وبعدين نزلنا فيه بكوباية الزبادي وضربناه كويس بالهاند بلندر 3 أو 4 ضربات لحد ما تضمني إن الزبادي اتوزعت كلها في اللبن. تمام. بعدين جبت عندي بولات فخار، غسلتهم كويس ونشفتهم، وخدت اللبن وطلعت صبيته فيهم. أنا كنت فاكرة إن هو هيطلع 10 كوبايات زي ما بنعمله، لكن البولة الفخار أوسع شوية من الكوبايات البلاستيك أو الكوبايات الإزاز، فطلع 7 كوبايات بس. لكن عامة احنا 5، فكده كده في كوبايتين زيادة. كل يوم هاخد كوباية طبعا وأعمل بيها إيه، زبادي جديدة لليوم اللي بعده. يعني في 2 متبقيين، هناخد واحدة نعمل بيها الزبادي وواحدة هتتبقى، فيبقى أجيب نص كيلو لبن بس أعمل عليه 3 بولات، وهكذا. واهلا بكم في قناتي بنت العمدة ام يوسف. اللي ما اشتركش في قناتي يشترك، واللي مشترك ما ينساش تعليق حلو ولايك منكم للفيديو عشان تعلوا الفيديو ويوصل لأكبر عدد ممكن. طبعا كلكم شاطرين وكلكم بتعرفوا تعملوا الزبادي، بس زي ما انتم عارفين انا بحب اشارك معاكم الحاجات اللي انا بعملها واصورها معاكم، وتشرفوني باشتراككم ووجودكم في قناتي، وما تنسوش تعليق حلو. ماشي. جبنا اللبن وصبيناه في البولات اهو زي ما انت شايفة، طلع معايا 7 بولات بس، لأن البولات دي حجمها كبير وبتشيل أكتر من البولة البلاستيك أو أكتر من علب الزبادي الصغيرة. تمام يا حبايبي. أهو أهو نحاول نوفر على قد ما نقدر، من غير تهدير ولا من غير إسراف ولا من غير نعمل الحاجات وناكل منها جزء ونرمي الباقي. لا، ربنا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني الاعتدال حلو في كل حاجة. نعمل كوبايتين زبادي، نعمل عصير في البيت، عصير بيتي طبيعي، نعمل أكل على القد، بلاش نبعزق وبلاش نرمي، لأن ربنا هيحاسبنا على النعمة دي وعلى الحاجات اللي بتترمي برضو. تمام. تمام. برضو بعد ما صبيت عليها بعد ما صبيناهم كلهم، نسيت ان انا احط المية المغلية، فغليت كوباية مية وجبتها وصبيتها جنب البولات بالراحة، وغطيتهم بورق الألمونيوم ده، وغطيتهم وحطيتهم في فرن البوتاجاز اللي كنت مسخناه قبل كده 5 دقايق وسبته يهدى. تمام. سبته من حوالي الساعة 11:30 بالليل، من بعد صلاة التراويح كده لحد الساعة 7 الصبح، مفتحتش عليه خالص. بعدين طلعتهم زي ما انتوا شايفين كده اهو، طلعت تحفة تحفة يا بنات، جامدة وماسكة نفسها و... وريحتها وشكلها تحفة. تمام. هتطلعيهم بقى من المية دي، وحطيتهم في صاج من صاج الخبيز، حطيتهم جنب بعض ورحت حطاهم في التلاجة علشان يسقعوا. بس شوفوا شكلها مع انها لسه ما اتحطتش في التلاجة، جامدة وماسكة نفسها اهي. شايفين؟ ولا فيها سوائل ولا لسه طرية ولا بترج ولا اي حاجة، زبادي ناشفة وماسكة نفسها وتحفة. تمام يا حبايبي. ما تنسوش البقية الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما تنسوش ركعتين الضحى، يعني على الساعة 10 كده تقعدي تصلي ركعتين الضحى. طبعا بنبقى مصلين الفجر والصبح، وبترجع تنام شوية وبعدين تصحى على الساعة 9 ولا 10، تصلي ركعتين الضحى، وبعدين تقعدي من 10 أو من 10:30 لحد الساعة 12، تمسكي المصحف بتاعك وتقعدي تقري فيه. أنا قسمت المصحف على عدد أيام الشهر، طلع كل يوم تقري 21 وجه. اقري على قد ما تقدري، على قد استطاعتك، تقري 20، تقري 21، تقري 15، تقري 17، وسبحي مثلا نص ساعة واستغفري نص ساعة.
ويعني اذكري الله نص ساعة استغفار، ونص تسبيح وذكر، وأدي ساعة قراية قرآن، يعني عندك انت من 10 ل 12، ده تبقى الورد اليومي بتاعك، أو يبقى ده وقت الذكر بتاعك. تمام؟ عشان ما نقضيش رمضان كله في الأكل والشرب والمواعين ما نقضيش رمضان كله مواعين وتصبين و... وأكل وشرب وطبيخ وخلاص. لا، لازم يبقى عندنا ورد يومي، نقرأ قرآن، نسبح، نستغفر، نصلي على النبي. ويا رب تكون الزبادي عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. سلام.